فنانين أسلموا أنفسهم إلى الشيطان، وفنانين كتب الله لهم حسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا طيبين في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. اللهم اغفر لأبي وأمي وعلمائنا ومشايخنا وسائر أموات المسلمين. حكايتنا النهاردة عن الفنانة منى أو إيلين داغر كما سميت في البطاقة الشخصية. هي مسيحية ومن أصول لبنانية. ولدت بالعاصمة اللبنانية بيروت في 23 نوفمبر سنة 1923، وابنة المنتجة الكبيرة آسيا داغر. هاجرت إيلين مع والدتها المنتجة الشهيرة إلى مصر عقب وفاة والدها، وقامت والدتها بإنشاء شركة إنتاج سينمائي تحمل اسم لوتس فيلم. عشقت إيلين التمثيل وأرادت دخول الفن بعدما نصحها المقربون منها بتغيير اسمها إلى منى حتى يكون قريبا من الجمهور. وفي عام 1944 خاضت منى أولى تجاربها السينمائية. في عام 1954 اعتزلت منى مجال التمثيل بعدما شاركت تقريبا في 20 فيلم، عندما وجدت أن أدوارها متشابهة ولم تعد تستطيع تقديم جديد، خاصة أن المخرجين والمنتجين حصروها في دور الفتاة الشريرة خاطفة الرجالة. ثم بعد ذلك في عام 1955 تزوجت منى من رجل القانون الشهير علي منصور المسلم، وظلت تراقب زوجها لمدة 6 أشهر تقريبا، فوجدت منه حسن المعاملة معها ومع الآخرين مع شدة التزامه لدينه. ثم قررت أن تعتنق دين الإسلام وأشهرت إسلامها. وعند اقتراب موسم الحج قررت الخروج لحج بيت الله الحرام، وكانت حامل. وضعت أثناء مناسك الحج بنت ولقبتها بالزهراء انتسابا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عادت إلى مصر وأنجبت بعدها 3 بنات، ولم تتوقف عند الصلاة والزكاة والصوم والحج، بل حاولت أن تتخلص من كل ذنوبها لتلقى الله نظيفة، فقررت أن تحرق جميع الأفلام التي مثلت فيها. ولكن اعترضت والدتها المنتجة وكذلك المنتجين الآخرين، وكانت تحلم دايما وتردد وتقسم على ربها أن تدفن في البقيع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، فاستجاب لها ربها. وفي 6 يونيو سنة 2000 راحت الفنانة منى عن عالمنا عن عمر يناهز 77 عاما. اعتكفت في أغلبهم للصلاة والعبادة، وتركت الدنيا من أجل آخرة لتدفن في البقيع أثناء زيارتها للمدينة المنورة. ويصلي عليها في المسجد النبوي أكثر من 50,000 مصلي، وبذلك تكون أول ممثلة تدفن في البقيع بالمدينة المنورة. نسأل الله أن يرحمها ويغفر لها وأن يجعلها في الفردوس الأعلى. يا ريت القصة دي عجبتكم وقصة الممثلين التائبين. أتمنى تتركوا تعليق إن نكمل في هذا الأمر أم لا. جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.